في بنات صوتهم عالي وفي بنات حضورهم عالي. الديفا مش اللي بتبان، الديفا اللي بتتحس. والفرق حاجات كتير هي بطلت تعملها قبل ما تبقى ديفا. تابعي معايا الفيديو للآخر، هقولك 7 حاجات الديفا الحقيقية بطلت تعملها. أول حاجة، الديفا بطلت تشرح نفسها. الديفا بطلت تبرر قراراتها. مش كل تغيير في حياتك محتاج بيان رسمي، ومش كل اختيار محتاج موافقة. الديفا فاهمة إن اللي شايفك غلط مش هيفهمك صح مهما شرحتي، فهي اختارت السلام بدل الجدال. وافتكري إن الشرح الكتير بيقلل القيمة. تاني حاجة الديفا بطلت تعملها إنها تدخل معارك مش بتاعتها. الديفا ما بتدخلش كل نقاش. في ناس بتغلط مش عشان تكسب، لكن عشان تستفز. والديفا أذكى من إنها تهدي طاقتها لحد مش ناوي يسمعها. وافتكري إن مش كل رد انتصار، أحيانا الانسحاب هو القوة. تالت حاجة الديفا بطلت تعملها، بطلت تثبت إنها قوية. الديفا ما بتقولش أنا قوية، ولا أنا مستقلة، ولا أنا مش محتاجة حد. بالعكس، القوة اللي بتتقال غالبا مش ثابتة. الديفا قوية لدرجة إنها مش محتاجة شهادة من حد. رابع حاجة ديفا بطلت تعملها، بطلت تخاف من فكرة إنها تتكره، ودي مرحلة نضج. الديفا بتبقى فاهمة إن مش كل الناس هتحبك لما تبقي واضحة، بس اللي هيحترمك هيفضل. وافتكري إن القبول الجماعي غالبا بيجي على حساب نفسك. خامس حاجة الديفا بطلت تعملها هي إنها بطلت تدي مشاعرها بدري. الديفا مش باردة، لكنها مش مفتوحة لكل حد. مش كل اللي يسمعك يستاهل يعرفك. هي بتختبر، بتراقب، بعدين تقرر. سادس حاجة الديفا بطلت تعملها هي إنها بطلت تستعجل إنها تتفهم. الديفا مش مستعجلة توصل رسالتها، هي فاهمة إن الزمن بيكشف كل حاجة. اللي يشوفك غلط دلوقتي ممكن يفهمك صح بعدين، وممكن لأ، وفي الحالتين هي تمام. سابع حاجة الديفا بطلت تعملها هي إنها بطلت تقلل من نفسها عشان ترتاح. الديفا ما بتصغرش نفسها عشان حد ما يحسش بالتهديد، مش بتكسر نورها عشان حد يعرف يقف جنبها. خليكي عارفة إن الديفا مش عالية، هي في مكانها الطبيعي. الديفا مش حاجة بتتعلميها في يوم، دي حاجات بتبطليها واحدة واحدة. كل مرة تسكتي بدل ما تشرحي، كل مرة تختاري نفسك، انت بتقربي. الفيديو الجاي هنتكلم عن عقلية الديفا وقت الضعف. شكرا لانك بتتفرجي لاخر الفيديو. متنسيش تعملي سبسكرايب، لايك، وشير لصاحبتك اللي عايزاها تستفاد.